موجز من بريس 23. أنا ديالا خلف. طيران التحالف الدولي ينفذ عدة ضربات جوية على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في محيط مدينة منبج في ريف حلب. إصابة الصحفي هادي العبد الله وزميله خالد العيسى المصور في محاولة اغتيال في حلب. المجلس الوطني الكردي يصف ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي بالخاطئة والخطيرة ويدعو الحزب الإفراج عن كوادر المجلس. السفير السوري لدى موسكو رياض حداد: البغدادي مصاب وسيتم قتله في القريب العاجل. موسكو: القوة ليست طريقتنا لحل الأزمة السورية. تيار الغد السوري: لم ننقل رسائل بين أكراد سوريا والعراق. رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني يجتمع مع رئيس البرلمان الروسي. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.